السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الفرق بين الرعاية وبين التربية، قدرنا نفرق ما بينهم. لازم نعرف المصطلحات دي، والله لازم نعرفها ولازم نفهمها، لأن الإنسان اللي بيطبق حاجة هو فاهمها كويس قوي هيعرف يطبقها صح، عكس ما احنا عمالين نسمع كلام ونطبقه من غير ما نفهم هو احنا بنعمل كده ليه. فمعلش استحملوني، أنا هفهمكم وبعد كده هنطبق بأمثلة عملية، تمام؟ بس لازم ناخد الجانب النظري ده، تمام؟ اخر الفيديو اللي فات احنا قلنا امهات كتير هتقول انا بعلم ولادي وبوديهم مدارس، ده انا بوديهم احسن مدارس، ده انا بجيب لهم احسن مدرسين، وبذاكر معاهم وبعمل معاهم واجباتهم ومتابعه كويس جدا تعليمهم. طب انا كده بربيهم؟ لا برضه. التربيه ما هي الا جزء، التعليم ما هو الا جزء من التربيه، لكن مش هو كل التربيه. وعشان نفهم برضه هنعمل مقارنه ما بينهم هما الاثنين، ايه هو التعليم وايه هي التربيه، تمام؟ تعالوا كده نقول ايه هو التعليم. التعليم هو نقل المعارف والمهارات، بننقل المعارف والمهارات الاكاديميه والتقنيه، تمام؟ احنا عمالين بنجيب للطفل المعلومات وبنديها له، بننقل له المعلومات، علوم بقى، دراسات، عربي، انجليزي، رياضه، احنا بننقل له المعلومات دي، تمام؟ الهدف الرئيسي منها تزويد اصلا الطفل دوت بالمعرفه والمهارات اللي هو المفروض ان هو هيتعلمها. يبقى ده جزء، ده التعليم. طيب التربيه بقى لا، التربيه حاجه اعلى، احنا بنهدف لتنميه شامله للفرد وبناء شخصيته، تمام؟ عشان كده احنا بنحاول نأهله وننشئه ان هو يبقى فرد فعال في المجتمع. يبقى التربيه ديت شامله التعليم، والتعليم هو جزء منها لكن هو مش كل التربيه، تمام؟ بدليل ان ايه هي الوسائل اللي احنا بنعلم بيها الطفل؟ الكتب والمناهج الدراسيه بتاعته والدروس اللي هو بيروحها وبيدرسها، هي دي التعليم، ده التعليم هو جزء. طب لكن التربيه لا، كل حاجه بتاثر على شخصيه الطفل، كل حاجه بتبني شخصيه الطفل بما فيها التعليم. وايه كمان؟ والخبرات والتجارب الحياتيه اللي بيمر فيها، القناعات اللي احنا بنعلمها له، والاخلاق اللي احنا بندرسها له بنعرفها له، مش بندرسها كمان مجرد تدريس، احنا بنطبقها علينا عشان هو يقلدنا. طيب ايه التعليم مثلا؟ ايه العناصر اللي بيتضمنها التعليم؟ اكيد هو المعلم والطالب والمنهج والبيئه التعليميه، سواء البيئه التعليميه دي جوه المدرسه، جوه الدرس، او جوه البيت وانا بذاكر له. طيب اما التربيه لا، كل العناصر دي بتاعه التعليم ونضيف عليها كمان القيم والاخلاق والمهارات الاجتماعيه اللي هو بيكتسبها. يبقى دلوقتي عرفنا ان التعليم ما هو الا جزء من التربيه، فمعلش ما تقوليليش انا بودي ابني احسن مدارس وبعمل له كل حاجه في التعليم يبقى انا كده بربيه، انت مش بتربيه، تمام؟ وبدليل، وهقول لكم دليل وخلوني، ويا ريت تحترموا صراحتي يعني، معلش. في ناس كتير متعلمه وواصله لمناصب عاليه جدا ومؤهلات عاليه جدا هم مش متربيين. ليه؟ لان هو كل اللي اكتسبوه في حياتهم معرفه، معلومات ومعرفه، معلومات ومعرفه، والجانب الديني والاخلاقي عندهم مش موجود، تمام؟ في حين ان في ناس متربيه كويس جدا، هي ما وصلتش لاي حاجه في التعليم عاليه قوي يعني، لكنهم اخلاقهم عاليه جدا. ليه؟ لانهم اتربوا صح، تمام؟ يمكن ظروفهم ما سمحت لهمش ان هم يوصلوا لاماكن مرموقه او يتعلموا تعليم عالي، لكنهم اتربوا صح. يبقى التعليم هو جزء من التربيه لكن هو مش كلها. حيرتينا يا دكتور، طب دلوقتي احنا نربي عيالنا ازاي برضو؟ ما هو احنا عشان نربي عيالنا يبقى لازم نعرف احنا امتى بنراعيهم وامتى بنعلمهم وامتى بنربيهم. طيب عايزين امثله عمليه لكده؟ حاضر، هقول لكم امثله عمليه، وهقول لكم كمان هجيبها لكم بطريقه سهله وبسيطه، وهقول لكم ازاي هنقلب كل خطوه واحنا بنهتم بالطفل وكل خطوه واحنا بنعلمه لتربيه. يعني هنحول كل حاجه بنعملها خلال اليوم مع الطفل لتربيه، هنربيه. لو عايزين فعلا تعرفوا كده تابعوني في الفيديوهات الجايه، وان شاء الله باذن الله واحده واحده كده على مدار اليوم كله، وفي كل خطوه مع الطفل احنا هنربيه. تابعوني وان شاء الله باذن الله هفيدكم، انا واثقه من كده باذن الله. وقبل ما ننهي اقول لكم نصلي على النبي الاول مع بعض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.